اليوم سأتحدث عن الجراحة الروبوتية لجراحة الجهاز الهضمي وجراحات سرطان الجهاز الهضمي. نحن نقوم بهذه الإجراءات منذ فترة طويلة، على الأقل 25 سنة من اليوم. وجراحة الجهاز الهضمي الروبوتية هي تقنية حديثة تطورت على مدى العقد الماضي، ونحن نقوم بها منذ 11 سنة، ونحقق نتائج أفضل مع وصول محدود، حيث يمكننا حتى إجراء جراحات السرطان المعقدة والحالات الحميدة المعقدة باستخدام هذه المنصات الروبوتية. هناك منصات روبوتية مختلفة نستخدمها، بدءاً من نظام دافنشي إلى نظام هوجو أو ريس، حيث إنها أفضل من التقنية التنظيرية السابقة أو جراحة الفتحة الصغيرة القياسية السابقة. يتحسن المريض بشكل أسرع ويعود إلى عمله مع تشوه وظيفي بسيط. هذه الجراحات المعقدة لسرطان الجهاز الهضمي التي كانت صعبة وتحتاج إلى شق أكبر، تم إجراؤها لفتحة صغيرة باستخدام التقنية الروبوتية. ومعظم مرضانا الذين خضعوا لجراحات الجهاز الهضمي الروبوتية، بما في ذلك جراحات السرطان، في حالة جيدة، ونتابعهم بانتظام، وقد نشرنا النتائج التي حققناها، ونتطور إلى مرحلة أخرى حيث نستكشف الإمكانية، ونأمل أنه في عام 2025 سنكون قادرين على إجراء الجراحة الروبوتية عن بعد، حيث سيقوم جراح مثلي بالعمل في مستشفى أبولو ميم، وسيكون المريض في مكان مختلف في الهند، ربما في مكان صغير نائي، حيث يمكنهم الاستفادة من خبرتي في مكانه الخاص بأحدث التقنيات والحصول على أفضل النتائج. هذا سيأتي في عام 2025. نأمل أن يكون في مكانه وأن يساعد المرضى في جميع أنحاء الهند.